السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم جايب لكم نموذج أسئلة مادة التربية الإسلامية للشهر الأول. بس قبل لا نبدأ المقطع أتمنى تشتركون بالقناة وتفعلون زر التنبيهات وتنطونا لايك على مثلكم. طبعا عندنا السؤال الأول: ما حكم لام للتعريف في الآية الكريمة؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. السؤال الثاني: اكتب ما تحفظ من سورة الإنسان من قوله تعالى: هل أتى على الإنسان إلى حد جزاء ولا شكورا. طبعا عندنا السؤال الثالث قال لك اعط معاني الكلمات التالية لخمسا فقط. عندنا أولا نطفة أمشاج، اثنين أغلالة، وثلاثة هديناه السبيل، وأربعة الأبرار، وخمسة حين من الدهر، وستة سعيرا. هاي بالنسبة لي السؤال الثالث. السؤال الرابع قال لك تكلم عن الغيبة ولماذا يحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيبة. السؤال الخامس قال لك ما هي شروط الحج؟ اذكر ثلاث منها. والسؤال السادس قال لك أجب عما يأتي. أولا اذكر آية تتحدث عن التسامح، واثنين ما معنى الكاظمين الغيظ. طبعا أصدقائي ما راح نعطيكم الحل، لازم أنتم تدورون الحل حتى تنطبع بدماغكم. المهم هاي كانت يعني هاي نموذج من الأسئلة مأخوذ من أهم الأسئلة اللي موجودة بالكتاب والمواضيع الموجودة بالكتاب. هذا كل شيء كان حبيت أقدم مقطع اليوم. أتمنى إذا عجبكم الفيديو تشتركون بالقناة وتفعلون زر التنبيهات وتطلعوا لايك على مثلكم. ألتقيكم إن شاء الله فيديوهات قادمة ونماذج قادمة لجميع المواد، وإلى اللقاء.